السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين متابعين قناتي من الساحل الشمالي والإسكندرية، وفي عز أجازة العيد نطلع لكم لايف عشان ندردش معاكم في فيديو قصير عن عمرو أديب والانترفيو بتاعه وبرنامج بتاعه مع جورج وسوف اما طلع في البيج تايم بودكاست. كالعادة أنا تناولت البرنامج ده وقلت إن هو عمرو أديب طبعا هو إعلامي مميز وشاطر، ومعاه أصالة هي مغنية شاطرة بس ملهاش أي لازمة خالص، معرفش بتطلع معاه بيبقى دورها إيه. أولا أصالة دي صوت وغناء فقط، إنما تقديم برامج فهي دمها تقيل جدا يلطش وملهاش أي لازمة في البرنامج. كمان عمرو أديب دمه بقى تقيل قوي في البرنامج، وانا قبل كده في فيديو قبل كده لما كان طالع مع المغني السعودي المعروف المشهور محمد عبده، كان قاعد برضو يستلطف معاه ويهزر معاه ويقول له معاك فلوس كام ودنانير قد ايه ودولارات قد ايه في البنك، معقوله معاك موبايل معرفش ايه، وقاعد يضحك ويهق ومهق واستلطاف. وعمرو اديب يعني له في السخريه بس مش بالكوميديا يعني. فامبارح يعني مسك جورج وسوف وقال له انت معاك فلوس قد ايه، ونفس السؤال. هو انا عايز اعرف هو عمرو اديب ده شغال في الضرايب ولا شغال توك شو هوست، يعني مذيع؟ كل واحد يطلع يقول له انت معاك فلوس كام وشايل كام وصرفت كام، ويقعد يحرج ال... الناس اللي بيستضيفهم والنجوم اللي بيستضيفهم. يا عمرو يعني دلوقتي احنا عايزين نسمع عن فن جورج وسوف، بداياته، احلى اغنية كسرت الدنيا عنده، اخبار صحته ايه. يعني الراجل كان عنده جلطات وتعبان وبتاع مش قادر يتكلم على قده، يعني ربنا يشفيه كلنا بنحبه، وقاعد ماسكه هيهق ومههق. هو معاك فلوس كام ودنانير ودولارات وفي لبنان ولا في سوريا وفين نفس الاسئله الرخمه العبيطه اللي مش هنستفيد منها اي حاجه. ايه اهميه ان جورج وسوف معاه كام فلوس؟ عايزين أو يعني جورج وسوف مغني ممتاز عربي مشهور، صوته جميل، له ستايل معين، نحب نعرف اكتر عن فنه وانجازاته. انا ايه اللي يهمني يعني عنده 100 مليون 200 مليون؟ يعني مش ده السؤال. والتانية قاعدة برخامة ودمها تقيل، مش طايقها بصراحة. حتى كان ليها برنامج على النهار أظن أو الحياة، يعني برضو دمها تقيل. فيا جماعة المغني مغني والمطرب مطرب واللعيب كورة لعيب كورة، وادي العيش لخبازه. أعزائي المشاهدين ده كان فيديو قصير. يا عمرو أديب خف على الناس شوية، قاعد تنق على كل اللي بتستضيفهم، وكمان ماسك عمرو دياب كل شويه تقول له صحتك وما شاء الله وشكلك في الثلاثينات مش في الستينات. وايه يا عم، خف عننا شويه يا عم. يلا كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم دايما على خير، وشكرا لحسن المتابعه اعزائي المشاهدين. مع السلامه.